السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى كان الجمعة ومعايا فطار كده، ايه هو فطار منه فطار ومنه غدا يا جماعة. تمام. زي ما انتوا شايفين مليت حلة مية حطيتها على النار، وطاسة تانية حطيت فيها شوية زيت صغيرين خالص، قطعت بتنجان، نضفت خس. كل حاجاتنا سهلة وسريعة النهاردة. انا حبيت بس اشارك معاكم، يعني هو مش فطار الصبح بدري ولا غدا متأخر، هو يعني ايه بعد الصلاة كده. تمام. نغ- شوية الزيت الصغيرين حطيت فيهم كده البتنجان اللي خرطته معاكم، ونضفت الخس وحطيته في مية يتنقع عشان اشطفه. بعد ما حطيت البتنجان في النار كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبه بقى ان هو يستوي براحته، هروح اطلع الخس من المية زي ما انتوا شايفين. كل حاجتنا مترتبة واحدة واحدة. يا رب اكون خفيفة على قلبكم. لو وصلتي لحد هنا معايا في الفيديو ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة. القناة لسه جديدة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله بإذن الله. بعد كده زي ما انتوا شايفين جبت معايا حوالي من الطماطم، 4 حبات من الطماطم، وابتديت ان انا اقطعهم كده سلطة. انا هعمل بيهم سلطة وهعمل بيهم بالفول، يعني ايه دي خلطة كذا حاجة في الغدا بتاعي النهاردة. بعد كده رحت طلعت البتنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وايه خلاص انا مش هعمل حاجة غير البتنجان. زي ما انتوا عارفين يا جماعة الزيت غالي قوي. بعد كده معلقه هريسه شطه، عصره ليمونه، شويه كمون، وبصوا بقى معانا احلى طبق بتنجان. عايزين تسيبوه كده ماشي، بس انا بفضله ايه يعني بيفضلوا عندي كده ان انا ايه اهرسه كده زي ما انتوا شايفين. وبالهنا والشفا على قلبهم. ما تنسينيش باللايك، اللايك مش يعني تكة زرار مش هتبخل عليكي بحاجه، بالله عليكي. المهم بعد ما هرست البتنجان كده معايا زي ما انتوا شايفين، بصوا خليناه مش باين له ملامح، مش معروف بقى مشوي ولا مقلي، بابا غنوج. بصوا خليناه كده ايه مش باين له فعلا ملامح. بس جربي البتنجان بالطريقه ده هيعجبك قوي 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 في فطار، سلطات، جنب اكل، هيبقى حاجه تحفه كده وسهله وسريعه، وبالف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجه من الاكل ده كله. خلصت البتنجان بقى كده هيعتبر اهوت عصرة ليمونه، وهتضير على اللي بعده. كان معايا بقى كرنبيتايه صغيره كده، وعايزين نعملها بطريقه حلوه وفي نفس الوقت تناسب فطارنا. هقطعها زي ما انتوا شايفين كده. الظهر بتاعها هو ظهر الكرنبيت كده هخليه لوحده. بعد كده لقيت انه مش مستاهل يعني ان انا اكمل تقطيعه وهي صغيره اساسا. رحت شطفتها، وبعد ما شطفتها حطيتها في الميه اللي احنا كنا مليناها في اول الفيديو، وحطيناها على النار اهو زي ما انتوا شايفين. ملحت ميتي عادي وحطيتها بقى ايه ان هي تتسلق جنب مني. بعد كده جبت بصلايه اهو زي ما انتوا شايفين، وهقشرها، وتعالوا نشوف البصلايه دي هتتعمل بيها ايه. البصل غالي اوي يا جماعه، ب50 جنيه في السوق وب40 جنيه. قولوا لي في الكومنتات البصل عندكم بكام. المهم بعد كده معلقه سمنه بقى او زبده او زيت، اي ماده دهنيه عندك. طبعا انتم ملاحظين ان اغلبيه يعني اكلي بزبده. احنا يا جماعه بنحب الزبده وبنحب السمنه برضو، بس انا يعني ايه بستسهل ان هي زبده كده، واقوم ايه شغاله بيها على طول اهو. وهبتدي بقى ان انا احمر البصلايه بتاعتي، وهنشوف هنعمل بيها ايه. بعد ما حمرت البصلايه بتاعتي كده هجيب طماطم. شفتوا السلطه اللي احنا عملناها، الطماطم والفلفل والخضار، هاخد منهم معلقتين احطهم عليه اهو زي ما انتوا شايفين. اول ما تتخدع معايا كده هنزل بشويه ملح وكمون، وهديله تقليبه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هقوم نازله بالفول بتاعي، وبصوا كلوا بقى احلى طبق فول. يا عيني، يا عيني على طبق الفول دوت بجد تحفه تحفه تحفه. جربيه برضو بالطريقه ديت وهيبقى فطار خفيف كده، وبصوا حاجه تحفه. بعد بقى ما هرست الطماطم مع البصل مع الفلفل كده معايا عشان ما يبقوش باينين برضو قوي في الفول، هجيب كيس الفول معايا واقوم مفضيه. طبعا انا لو حطيت الفول بحباش بس ما بيرضوش ياكلوا عندي، لازم اعمل لهم التغذيه دي عشان ياكلوا. وكان يوم جمعه بقى وراجعين من صلاه، ولازم فطار كده ايه. فطار يوم الجمعه بقى يا جماعه كلنا كده عارفينه، يعني بألف هنا وشفا. اهو زي ما انتوا شايفين كده هسيب الفول بقى ياخد سوا معايا شويه كده ويشرب من التغذيه ديت وتملح وكده يعني. وبعد كده تعالوا نتضير على الطبق اللي بعده. هنا كان الكرنبيت اتسلق معايا، كان عندي حتتين بيفي او لانشون او اي نوع حاجه من دي عندك في التلاجة. طلعته وحطيت عليه قرن فلفل وطماطميه فلفل اسمر، وهفضيه في صينيه واولع عليه. وفرنا زيت وعملنا حاجه كده حلوه حتى الاطفال حبوه. حطيت على وشه حتتين من الزبده، وولعت عليه على لحد ما الزبده تسيح. عايزه تدخليه الفرن دخليه بس براحتك. سلطه، وبقيه السلطه حطيت عليها حته من الجبنه الحادقه وقلبتها. وده كان فطارنا يا جماعه، فطار فلاحي بألف هنا وشفا للي كان ليه نصيب ياكل حاجه منه. واقول لكم مع السلامه.